عبد الحكيم سرار، تعامل الاتحاد الجزائري لكرة القدم بقيادة الرئيس وليد صادي تنقل إلى لوزان من أجل الحديث مع المحامين وأمور أخرى إدارية تخص هذا الموضوع. وش رأيك في تعامل الاتحادية؟ نظن الاتحادية الجزائرية في شخص وليد صادي لم يقصروا، هما جزء لا يتجزأ من القرار تاع كل الشعب الجزائري. وقالها وليد صادي في تصريحات حتى لقناة الشروق، قال سنقف مع اتحاد الجزائر في هذه القضية، وهذا ما فعله يعني منذ ظهور هذه القضية. يعني لفات اللي سافر لوزان معناتها هو مامن بالقضية، ما يروحش يسافر هكذا من أجل السفر، والأمين العام مامن بالقضية بأن اتحاد العاصمة في الحق تاعو. ورغم هذا يعني أنا باش ما نكونش الإنسان متشائم، يعني انتصرنا في القضية مهما يكون كلكو، باش ما نروحوش الغرور، لأن فيها أمور ثاني يقدروا يفاجئونا بقرارات من عندهم، باش الإنسان يبقى دائما واقف مهما يكون. هو القرار خذيناه، ما لعبناش معكم الي وروتور ولم نعترف بهذه الخريطه، حتى وتفوز بالمباراه وتفوز بكاس افريقيا ماشي مشكل. بيت القصيد هو اننا انتصرنا، يعني حتى الكاف حتى الاتحاد الدولي تاريخ الجزائر المره عندها مام با يوناني، واتحاد العاصمه فاز بكاس الكاف وفاز بكاس السوبر، يعني ما راناش جيعانين ان بوان وين قال انا مشتاقين اللقب هذا اللي كنا ننتظروا فيه 40 سنه ولاول مره وصلنا للنصف النهائي الحمد لله. اذا القرار الاول والاخير يعني انتهى، يعني رجعوا لنا حقنا، تعاودت المباراه مرحبا. اذا يعني خذاو نفس القرار هذا تاع نتيجه 3-0 كو فو لو بيبل اون كونتينيو ترافاي، وتبقى الحياه وتبقى وصمه عار، وتبقى دائما المره الجايه لو كان نتلاقاو مع فريق اخر ما نلعبوش ويجيب من الخريطه نزيدوا ونعطيو لهم مباراه، ما كاينش مشكل. هذا ما كان. لماذا وصلت الأمور لهذه الدرجة من التسيب في الاتحاد الافريقي لكرة القدم سرار؟ لماذا وصلنا لدرجة أنه لا يوجد أي جزائري في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم؟ هذه من 2017 faut bien déterminer la date exacte. 2017 هي من 2010 2016 17 كان عندنا مكانتنا نوعا ما. في المرحلة هذيك ما خدمناش كوم يلفو، ما غرسناش بلايص لماذا؟ تقول لي لماذا؟ هذا أمر آخر. ما خلينا حتى واحد كي مشى الحاج روروا لو 17 من بعد الكوميكس هذاك ما عندنا حتى الجيريا. en 2017 الكوميتي اكزيكتيف ما في حتى واحد من الجزائر. وزيد بعدها لماذا عندما غادر روروا سنة 2017 ما كان عندنا أي شخص آخر في المكتب التنفيذي؟ لم نضع أسسا من أجل أن نكون حاضرين حتى برحيل روروا، حتى اللي يجي بعد روروا ويرحل يكون لي يا الأخ يخلفوا. تحب تنظم كأس العالم في الجزائر مثلا، تبدأ تخطط من اليوم إن شاء الله حتى 2035 ولا 40 تبدأ تخطط لها. احنا في الوقت هذاك ما استثمرناش، on n'a pas fait des investissements كما يقول في الاتحاد الافريقي وين نخليو رجالنا وين نقدروا تكون عندنا الكلمه تاعنا. فيد احنا لقيناها فرغانه. انا نزيد نعطيك واحد باش تقيس الغياب تاع في الهياكل الدوليه ولا تاع الكاف. علاه لي زافير تاع او نيفو دو لا فيفا كنا نخسروهم. بوركوا؟ اي جوار يشكي بالجزائر يربح، مدرب يشكي يربح، كلهم الوغ كو ترفد. حنايا لا لوا فينونس تاعنا تحكم باللي لاعب ولا مدرب يدي الصافي الدراهم تاعو النات بصح تديكلاريه في لو كونترا اوبليغاتوار، ديكلاريه من عند لا فيديراسيون، ديكلاري البريت. حنا نخلصوا دوك تخلص انت في هنا في لي سيرفيس فيسكال تاعك عند الضرائب تدفع، وتزيد تدفع للاعب الدراهم كامل بالضرائب تاعو، تخلص دوبلومون. عمرنا ما مشينا ورحنا للفيفا وطرحنا لهم قانون الماليه للجزائر، قال احنا او كيف نتعامل شاك ايطا كل دوله وعندها النظام المالي تاعها. احنا لليوم ما زلنا خاسرين، خسرنا اون 2017 اون ابليك، زاد لي 3 زاني الاخرين هذو اللي يجي 3 بريزيدون براتيكمون في الانترفال تاع مام با اون اني، بدل واللي يجي ينحي لي راه كان في لافريك. واش عاد دير سي فو ريفوار لو سيستم. هل ترى عبد الحكيم سرار بأنه المصالح الشخصية هي السبب؟ شخصية ولا ما عندهم حتى انتيري شخصية؟ نو سي
سي لونجاجمون دو باتريوت تاع واحد اللي عنده وطن يحب بلاده يحب منا. رايح انا موش ابخي موا سي الديلوج. بارك الله فيك. انا رايح نخلي ياسين صحيح معايا، ماشي انا راني رايح او لازم نشك فيه ياسين هذا نزيد نطردقو يروح ثاني معايا. أرض محروق. يعطيك الصحة. با فير لا بوليتيك دو لا تيربيلي هذه اللي مشينا بها في الجزائر، وصلنا إلى مرحلة وين عاد ما عندنا حتى واحد، حتى وصلنا غير خبر برك قال اليوم هم رايحين يجمعوا، ما كانش ريان دي تو. اي بار كونسيكون نوصلوا لمرحلة وين نعودوا نبحثوا على المعلومة. قفلوا لنا على المباراة الأخيرة في مباراة العودة وين ما لقيناش لي زانفورماسيون ماتش على قداش قفلوا، ما كانش، ما لقيناش أن الجيريا اللي عيط لنا وقلنا وصرا باسكو اوني ابسون. وبالتالي يفو ريفوار تو سا، ولازم الناس تولي تحب بعضها. الجيري اي تي توي بار دي الجيريان، هي اللي قتلتنا او نيفو دو لا كاف. لازم الناس تتفطن وبركونا من النزاعات هذه. من الاحسن ان الناس تقرب اليوم نخسروا مباراه ما كاينش مشكل، مي نوقفوا في كل مره هذه الوقفه، نوقفوا مع بعض. فو با نولي انا نتيري منه ياسين يتيري من، لازم اون دوا تيري دون لو ميم سانس، نمشيو في نفس القضيه. راح ننجحوا راح نرجعوا، لان التاريخ كما يعيد نفسه في كل مره. تبقى الجزائر دائما قوه، خاصه رياضيا معروفه بلي الجيري لا كاف سون الجيري اني ريان دي تو. لازم لا فيدراسيون الجيريان دو فوتبول من درك يبداو يحضروا في لي زيليكسيون اللي جايين تحضير لهذه الفيدراليات تاع افريقيا، ويجدر واحد من دوك الهدف راك شفتوا بلي سي نوتر ابسونس كي في كو اون دوت في لو ريزولتا فينال دو تاس. لحقنا ولينا نشكوا في القرار الاخير كيف، حتى ان القانون معنا، القوانين كلها معنا. مع هذا غياب الرجال تاعنا الداخل على الانتيريور جعلنا نوعا ما نكونوا ما نقولكش متشائمين، ولكن ما عندناش الشجاعه والجرأه هذيك باش نقولوا نفوزوا رسميا. صحيح. دونك il faut revoir ça. والناس اللي راهم في او نيفو دو لا فيدراسيون الجيريان دو فوتبول يعاونوا وليد صادي ويشوفوا لا بوليتيك نيسيسير سور لو بلان ديبلوماتيك، كيفاش نديروا سياسيين باش نكونوا حاضرين وبقوه. إذا اقتضت الذكاء، إذا اقتضت المال، إذا اقتضت المكر، كل شيء لازم نكونوا حاضرين. صحيح. لأن اليوم نشوفوا الموقف الجزائري والرجولة الجزائرية، ما نقدروش نتراجعوا على مواقف مثل هذه، حتى ولو المسرحية بعنوان القميص والخريطة الوهمية التوسعية نظن أخذت ربما خرجت على النطاق الرياضي.